بتبدأ قصة الكتاب في مملكة سينامنجين، مملكة جوها بارد جدا وتقريبا التلج صديق للمملكة دي طول أيام السنة. بنروح لواحد اسمه فليسبر بيسمع حاجة غريبة قوي، إن في حادث حصل للأمير من كام يوم خلاه عصبي ومش طايق نفسه خالص. وبنروح ليوم الحفلة لما الأمير روهان قاعد جنب الملك، ولكن بيجي حوران صديق الأمير روهان من وهم صغيرين واللي بيوشوشوا في ودانه، وساعتها الأمير روهان بيستأذن من الملك إن هو هيمشي شوية وجاي. وبنروح مع الأمير روهان لغرفة موان اللي للأسف حصل لها حادث من أيام، وده أثر على صحتها جدا. موان جسمها مش مستحمل جو المملكة المتجمد. موان بتفضل تترجى الأمير إن هو ينزلها الحفلة، خصوصا إن هيتعلن في الحفلة دي خبر خطوبتهم. وأول ما قامت تجهز فقدت الوعي ووقعت. الملك بيستدعي الأمير روهان ده عشان يفكروا بقوانين المملكة، القوانين اللي بتجبر الزوجة إن هي تفضل بعد الزواج لمدة سنة في القصر الملكي، لو بقت حامل تفضل في القصر الملكي لحد ما تخلف. عشان كده الملك بيترجى الأمير إن هو يفكر مرة تانية جوازه من موان. وطبعا لو عايزين تعرفوا أكتر الأمير روهان عمل ايه في الاختيار الصعب ده، هتلاقوه في كتاب لا أرى إلاكي للكاتبة رضوى محمد، اللي هتعيش فيها أجواء من الفانتازيا والرومانسية مش هتقدر تنساها أبدا.